عقد عمل جاهز في كندا وهتلاقي شغل قبل ما تيجي. هل الكلام ده صحيح؟ تعال ما اقولك. في ناس كتير بتفكر ان عقد العمل في كندا زي الخليج، حد يبعت لك عقد وتيجي على طول. الحقيقه مختلفه تماما. في الخليج لو واحد صاحبك شغال في شركه ممكن الشركه تبعت لك عقد عمل وتخلص التاشيره بسرعه، لكن في كندا الموضوع معقد اكتر بكتير. اي شركه عاوزه تجيب موظف من بره لازم تعدي على اجراءات حكوميه اسمها LMIA، يعني الشركه لازم تثبت للحكومه انها ما لقتش شخص موجود في كل كندا يشتغل الوظيفه دي، وده بياخد وقت طويل جدا وتكاليف عاليه على الشركه، وعلشان كده مش اي حد يقدر يجيبك بعقد عمل حتى لو هو شغال في نفس الشركه. يمكن كنت سامع ان الموضوع بيتم بسرعه، والحقيقه مختلفه تماما. الشركه بتفضل شهور بين اوراق وموافقات، وفي الاخر ممكن الطلب ما يتقبلش اصلا من الحكومه. كنتوا فاكرين ان عقد العمل في كندا زي الخليج؟ قولوا لي بصراحه، هل الفكره دي كانت عندكم قبل ما تشوفوا الفيديو ده؟ ولو شايف ان في حد محتاج يعرف المعلومه دي شارك الفيديو معاه، وما تنسوش تعملوا فولو وتكتبوا لي في التعليقات تحت كل اللي انتوا عاوزين تعرفوه، واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعيه.